بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهارده بناخد درس جديد من دروس التاريخ وهو درس حرب أكتوبر. حرب أكتوبر المجيد سنة 1973 من أهم الحروب اللي حصلت في العالم في الفترة الأخيرة. هناخد طبعا احنا خدنا في الدرس اللي قبل اللي فات إن احنا كان عندنا حرب 56 وبعد كده حرب 67. حرب أكتوبر هو تكملة للحروب ديت أو نتيجة للحروب ديت. ما هي أسباب حرب أكتوبر؟ كانت حرب أكتوبر 1973 بين مصر وسوريا من جانب، يعني مصر وسوريا كان إيد واحدة ضد مين؟ ضد إسرائيل، عشان يستردوا سيناء وعشان يستردوا الجولان. يبقى مصر كانت عاوزة تسترد سيناء وسوريا كانت عايزة تسترد الجولان اللي اتاخدوا منهم في حرب 67. رفضت إسرائيل كل نداءات السلام والانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في 1967. لما نيجي نتكلم عن الإعداد للحرب بتاعة 1973 أو حرب أكتوبر، هنقول على الناحية العربية عملنا إيه؟ على الناحية العربية استفدنا من جميع الإمكانيات العربية، وحاولنا إن إحنا نصفي الخلافات ونوحد الصف العربي، بحيث إن الدول العربية تبقى كلها إيد واحدة، بما إن إحنا داخلين على حرب وفي ضدنا عدو، فلازم نكون كلنا إيه؟ إيد واحدة. طب بالنسبة للجبهة الداخلية جوه مصر بقى هنعمل إيه؟ قال لك رفعنا الرقابة على الصحف، ما عادش فيه رقابة على الصحف ولا تجديد، بقى في حرية في الرأي. وعملنا حاجة اسمها الدستور الدائم. احنا عندنا دستور 1956، عندنا بقى دستور 1971 ده اللي اتعمل. وإلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات. يبقى أنا رفعت الرقابة عن الصحف، عملت دستور 1971، إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات. طبعا كل ده في عهد مين؟ في عهد الرئيس أنور السادات. تمام كده؟ تم القضاء على مراكز القوى اللي هي كانت بتعارض الحكومة وكانت عاملة قلق في الشعب من جوه. يبقى أنا عندي القضاء على مراكز القوة، إلغاء الحراسات، إصدار دستور دائم، رفع الرقابة على الصحف. لما نيجي نتكلم عن حرب 1973 ونقول إيه الأحداث اللي حصلت فيها، هنلاقي إن إحنا عندنا في البداية بدأ الجيش المصري بضربة جوية. يبقى أنا عندي في البداية خالص بدأ الجيش المصري بضربة جوية. طيب بعد ما الجيش المصري دخل بضربة جوية بدأنا بقى إيه؟ بالمدافع، وبعد كده بدأت الآليات تعبر سيناء. طبعا احنا عارفين ان احنا بيننا وبين سيناء قناة السويس وخليج السويس، فبالتالي كان لازم الدبابات تعدي البر التاني. طب هتعدي البر التاني ازاي وفي عندنا حاجة اسمها خط بارليف؟ خط بارليف ده طبعا كان خط عالي جدا، وكانت اسرائيل بتتحدى ان مستحيل اي حد يقدر يدمره، لكن احنا بفضل الله قدرنا ان احنا ندمره في 6 ساعات، وقدرنا ان احنا نعدي بالجيش بتاعنا هناك. انتشرت القوات المصرية على الضفة الشرقية للقناة، يعني عدينا خلاص سيناء وبقينا الناحية التانية ناحية سيناء، وقدرنا ان احنا ناخد مئات الجنود الاسرائيليين اللي كانوا موجودين في سيناء، ناخدهم اسرى. يبقى انا عندي دخلنا الاول ضربة جوية، بعد كده المدافع والآليات العسكرية، بعد كده دمرنا خط بارليف في 6 ساعات، اللي هم كانوا بيقولوا الخط الذي لا يقهر والخط الرهيب والخط المنيع، وكانوا مليينه متفجرات وألغام وحاجات زي كده، وفيه طبعا ساتر ترابي كمان جنب الخط. وانتشرت القوات المصرية على الضفة الغربية للقناة، وأسرنا مئات الجنود الإسرائيليين، وقدرنا إن احنا نحطم عدد كبير من المعدات الإسرائيلية. ولو فيكم حد راح بانوراما أكتوبر يا ولاد هيلاقي فيه هناك آلات ودبابات وحاجات كتير. الحاجات دي كلها كانت مشاركة في الحرب، يعني كل حاجة موجودة هناك هي فعلا حاجة كان لها أثر أو دور في حرب أكتوبر. لما نيجي نتكلم ونقول طب على الجبهة السورية بقى إيه اللي حصل؟ بالنسبة للجبهة السورية بدأت سوريا ومصر الهجوم في لحظة واحدة. يعني كان عندنا اتفاق بين مصر وبين سوريا. الاتفاق اللي كان بين مصر وبين سوريا ان احنا نبتدي، وطبعا احنا عارفين ان الحرب كانت الساعة 2 الظهر يوم 6 اكتوبر. هجمت القوات السورية الى المواقع الاسرائيلية. طبعا اسرائيل محتلية هضبة الجولان، يبقى انا عندي الهجوم السوري هيبقى على هضبة الجولان. كان عندهم خط اسمه خط الوان. احنا عندنا اسرائيل عملت بيننا وبينها خط اسمه خط بارليف، وعملت بينها وبين سوريا خط الوان. يبقى انا ممكن دلوقتي اجي اسالك اقول لك خط بارليف كان فيه خط زيه بالظبط بين سوريا واسرائيل، تقولي هو خط الوان. يبقى احنا عرفنا ان الاثنين خطين بين اسرائيل وبين ايه؟ سوريا ومصر. خط الوان هو خط الدفاع الرئيسي لاسرائيل، وبيمتد على طول هضبة الجولان على طول 70 كيلو متر. تم ردم الخندق العريض وأقيمت عليه المعابر. استمر الطيران السوري بتقديم دعمه للقوات البرية التي اخترقت خط الدفاع الإسرائيلي، ووصلت لحد عمق 20 كيلو متر، وصلت تقريبا لحد ايه؟ طبرية.
تم رفع العلم السوري على جبل الشيخ، وخسرت إسرائيل الكثير من الجنود والمعدات، فطلبت مساعدة الولايات المتحدة. طبعا الولايات المتحدة بتعتبر إسرائيل يعني بنتها، فبالتالي الولايات المتحدة بدأت تساعد إسرائيل. يبقى أنا عندي إن الجماعة بتوع سوريا بدأوا في نفس اللحظة اللي إحنا متفقين وياهم، ودخلوا وقدروا يحطموا خط ألوان زي ما إحنا قدرنا نحطم خط برديف، وتقدموا لحد ما وصلوا في هضبة الجولان لحوالي 20 كيلو، وتم رفع العلم السوري على جبل الشيخ، وخسرت إسرائيل الكثير من الجنود والمعدات، فطلبت مساعدة الولايات المتحدة. لما نيجي نتكلم عن الدعم العربي أثناء الحرب، حرب 73 العرب وقفوا معانا وقفة جميلة جدا، فقدموا بعض الدول العربية الدعم العسكري، والبعض الآخر قدم الدعم المادي. يبقى أنا عندي دعم عسكري ودعم مادي. طب الدول بتاعت الخليج اللي بتنتج بترول تم منعه تماما عن الدول المساندة لإسرائيل، فبالتالي امتنعت الدول عن مساندة إسرائيل، لأن طبعا من غير بترول لا المصانع ولا الشركات ولا الكهرباء ولا المواصلات هتشتغل، ففضلوا مصلحتهم عن مصلحة إسرائيل. حظر الصادرات النفطية العربية إلى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل. شاركت بعض الدول العربية في الحرب زي العراق والكويت والأردن والسعودية، دولت من ناحية آسيا. طب نيجي مصر جنبها ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، وتحت مصر السودان. يبقى أنا عندي العراق والكويت والأردن والسعودية، وعندي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان، اللي هم اللي جنب مصر واللي تحت مصر واللي قصاد مصر البر التاني. كما ساعدت كوريا الشمالية وباكستان مصر وسوريا. يبقى أنا عندي مصر وسوريا ساعدتهم دول غير عربية، إيه هم؟ كوريا الشمالية وباكستان. يبقى أنا عندي كوريا الشمالية وباكستان، أضف إلى ذلك الدول العربية. عندي مين في آسيا؟ عندي في آسيا العراق والكويت والأردن والسعودية. عندي مين في أفريقيا؟ ليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان. الولايات المتحدة طبعا مش هتسكت، مش هتعدي الموضوع ده. بدأت الولايات المتحدة بقى في إن هي تقدم دعم للجيش الإسرائيلي، فأقامت جسر جوي لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل. يبقى أنا عندي الولايات المتحدة عملت مساعدات عسكرية بينها وبين إسرائيل، جسر جوش، وقدمت ليها مساعدات مالية وصلت لأكثر من 2 بليون جنيه. قدمت معلومات عسكرية لإسرائيل ساعدتها على إنها تعمل ثغرة في منطقة الدفرسوار بين الجيش الثاني والجيش الثالث. يبقى أنا عندي قدمت معلومات عسكرية، قدمت مساعدات مالية، قدمت مساعدات عسكرية. تدخلت هي والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتم إصدار القرار 338 الذي يقضي بوقف جميع الأعمال الحربية من يوم كام؟ من يوم 22. يبقى أنا عندي تدخلت هي والدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع الولايات المتحدة تدخلوا، وتم إصدار القرار 338 الذي يقضي بوقف جميع الأعمال الحربية، اللي هي يعني إيه؟ الحرب بيننا وبين إسرائيل. ليه؟ قال لك عشان إسرائيل طبعا اتبهدلت في الحرب ده. طب الكلام ده ابتداء من يوم من يوم 22. طب نقص كده 22 ناقص 6، يتفضل لك كام؟ 22 ناقص 6 عدد 2 يتفضل 4، يبقى 16 يوم. طيب قبلت مصر هذا القرار. طب لو جيت وقلت ما هي نتائج حرب أكتوبر؟ ايه النتائج بقى اللي طلعنا منها من حرب أكتوبر؟ احنا عارفين ان كل حرب لها نتائج زي ما لها أسباب ولها أحداث. قال لك تعتبر نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي، وأثبتت أن القوة لا تمنح سلاما. تاني حاجة، تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، لأن احنا قهرناه، وعادت الثقة للمقاتل المصري اللي كان فقد الثقة في حرب 67. تقويض أسس العقيدة القتالية لإسرائيل. يبقى أنا عندي هدم أسس العقيدة القتالية لإسرائيل عندما فقدت دباباتها قدرتها وبسبب فاعلية القذائف والصواريخ المصرية. تقويض أسس العقيدة القتالية لإسرائيل عندما فقدت دباباتها قدرتها بسبب الفاعلية بتاعة القذائف والصواريخ المصرية. تقويض يا ولاد يعني هدم. يبقى العقيدة الإسرائيلية بتاعة إسرائيل إن هي قوية انتهت تماما. إمتى؟ لما إسرائيل دباباتها اتدمرت وما عادتش قادرة تعمل حاجة قدام القذائف والصواريخ بتاعة مصر. كما فشلت طائرات إسرائيل في الاقتراب من قناة السويس، مجرد إنها تقرب من قناة السويس فشلت تماما. طب ده ليه؟ فاكرين لما احنا كنا بنقول إن احنا عاملين حائط من الصواريخ عشان نمنع توغل إسرائيل خارج سيناء ناحيتنا؟ كنا عاملين حائط على الخط الغربي لقناة السويس. الحائط ده خلى الطائرات الإسرائيلية تمتنع أو ما تقدرش أصلا، تفشل في إنها تحاول تقرب من قناة السويس. وديت على فكرة يعني تدل على إن الإنسان المصري بالرغم إن هو اتهزم في 67 لكن كان عنده القدرة إن هو يقف تاني
وان هو ينتصر. ودي حاجة صعبة جدا ان انت تنتصر وانت مغلوب وعندك يأس واحباط في معظم الشعب والجيش، وترجع ليهم الايمان بقدراتهم والايمان بايه؟ بالنصر باذن الله. عندي برضو انتهاء حالة اللا سلم واللا حرب وافساح المجال للمفاوضات السياسية. انا عندي كان في حالة من اللا سلم ولا حرب، لا احنا في سلام ولا احنا في حرب، وفسحنا المجال بعد حرب 73 للمفاوضات السياسية. وهناخد بعد كده هناخد بعد كده مفاوضات أوسلو ومدريد وغيرها 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 إن شاء الله. أظهرت أهمية استخدام سلاح البترول العربي لما العرب منعوا البترول عن إسرائيل وعن الدول اللي هي بتساعد إسرائيل زي دول أوروبا وزي الولايات المتحدة. بدأت إن الناس تفضل مصلحتها على مصلحة إسرائيل. يبقى أنا هنا استخدمت البترول العربي كسلاح. أثرت في العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول المحبة للسلام في العالم. في دول يا ولاد مهمة جدا يعني بالنسبة لها حكاية السلام. فلما لقت إسرائيل بتعتدي على مصر وبتعتدي على سوريا وبتعتدي على غزة وفلسطين وعاملة الحاجات دي كلها، ما عملت علاقات سيئة وياها، يعني فضلت إن هي تسحب علاقاتها مع إسرائيل. يبقى أنا عندي الحرب دهيت أثرت في العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول المحبة للسلام في العالم. وانتهت نظرية الأمن الإسرائيلي. ليه؟ لأن إسرائيل كانت بتعتمد على خط ألوان اللي بينها وبين سوريا وخط برديف اللي بينها وبين مصر. فانتهت نظرية الأمن الإسرائيلي حيث انهارت الخطوط الدفاعية زي خط برديف وخط ألوان. يبقى أنا عندي 2 انتهاء. أول واحدة انتهاء حالة اللا حرب واللا سلم. آخر واحدة انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلي. عندي أظهرت وأثرت. أظهرت أهمية استخدام سلاح البترول العربي. أثرت في العلاقات بين إسرائيل وبين الدول المحبة للسلام. ثبت أن الموانع الطبيعية والصناعية لا يمكن أن تقف مانع أمام الجيوش الحديثة. طبعا احنا عارفين ان كان عندها خط الوان وخط برديف، وعمال اكرر في خط الوان وخط برديف لان لازم هيجولك في الامتحان واحد من الاثنين او الاثنين. يبقى انت عارف ان الخطوط ديت ما عادتش مانع قدام الجيوش الحديثة والاسلحة المتطورة. اعترف وزير الدفاع الاسرائيلي انه لا يمكن الاستمرار في الاعتقاد بان القوة العسكرية الوحيدة في الشرق الاوسط هي قوة اسرائيل. يبقى انا عندي وزير الدفاع بتاع اسرائيل بعد ما كان في عنجهيه وفي غرور وعمال يقول احنا الجيش الذي لا يقهر واحنا خط الدفاع الذي لا يهزم، ويتكلم عن نفسه بغطرسه جامده جدا، بدا الراجل يعترف بنفسه ان لا يمكن الاستمرار بانهم هم القوه العسكريه الوحيده في الشرق الاوسط. وهناخد بعد كده قد ايه هم انحنوا للرئيس السادات وطلبوا منه ان هو يجي يزورهم، وهو لما راح هناك بمنتهى الثبات وبقوه وبشجاعه، وهم وقفوا في ذهول ومستغربين ازاي ان هو قادر يعمل كده ومش خايف منه. غيرت حرب اكتوبر موازين القوة واهمية التعاون بين القيادة السياسية والعسكرية. انا عندي حرب اكتوبر اثبتت ان القوة مهمة جدا والتعاون مهم جدا جدا جدا. واحنا شفنا الكويت والسعودية والاردن وفي سوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان قد ايه ان جميل جدا ان احنا نبقى متوحدين وان احنا نبقى ايد واحده وان احنا يبقى لنا يعني تجمع كده وتعاون. شيء جميل جدا. وعلى فكره مهما كان الانسان ضعيف لما يتجمع مع اخواته اكيد هيبقى ليه قوه. اثارت التفكير حول مستقبل بعض الاسلحه وضروره تطويرها. ففي اسلحه كتير جدا فشلت في ان هي تعمل اي حاجه لمصلحه اصحابها، فبالتالي بدات الدول ديت تفكر ازاي انها تطور الاسلحه بتاعتها وتحاول انها تفكر في اساليب جديده للحروب. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يا ريت يبعتوا لي على صفحه مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. وسؤال النهارده خط بارليف الخط اللي كان زيه في سوريا كان اسمه ايه؟ اللي يعرف يكتبوا لي في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.